لما الاستاذ عمر في عز انتشار التيار المتشدد في 77 في محاضره في قاعه الاحتفالات في جامعه القاهره، كنت انا مقدمه. فيسأل من شاب في حالة تشدد تامة، تحرم الموسيقى والغناء وتحرم الكورة وتحرم وتحرم وتحرم. فيسأل الأستاذ عمر التلمساني فيرضي ربه، مش بيرضي الجمهور، ربه. يتقال له يا أستاذ عمر وأنت حضرتك بتسمع أغاني؟ يقول أيوة يا ابني أنا بسمع أغاني، وكنت كمان بعزف على العود صحيح. ولكن أنا انشغالاتي هي اللي تمنعتني. بس كان عنده عود في البيت، كان عنده وقال كده وقال. حتى أنا ساعتها قلت له إيه يا أستاذ عمر اللي قلته ده؟ انت مش عارف ان قال لي انت عاوزني ارضي ربنا ولا ارضي الناس يا عم منعم؟ قلت له لا ترضي ربنا. فقال لي طب انت مختلف معايا في هذا؟ قلت له ايوه انا مختلف مع حضرتك في هذا، بعيد عن هذه المساله. فقال لي طب تعالى، هي مساله السماع للاغاني مساله خلافيه ولا مساله يعني خلافيه؟ قلت له مساله خلافيه. قال لي طب خلاص كانت مساله خلافيه، هو اختار الايسر. انا بختار هذا وانت يا سيدي مش عاوز تسمع اغاني اختار اللي انت عايزه. انا ما بقولكش اسمع، لكن ما تقوليش انت ما تسمعش. فاقنعنا.